ونرجع لواحد من اعلام البيزنس والماركتنج كاتلر، وهو بيتكلم على الديفينيشن بتاع الماركتنج بالنسبه له. هو ايه الماركتنج؟ الماركتنج بالنسبه له هو الساينس اند ارت. ادي اول حاجه. هو علم وفن. ان انت تكريت اريل فاليو، قيمه حقيقيه وتخاطب بيها نيد حقيقيه عند تارجت كاستمر معين ات بروفيت. ادي الخمس حاجات بالنسبه له اللي في الماركت. بالعربي بقى الخمسه. يعني ان انت الماركتنج ده او التسويق هو العلم والفن اللي انت بتخلق بيه قيمه حقيقيه عشان تخاطب احتياج حقيقي عند عميل محدد ومعين بمكسب. لو انت بشكل مربح بالظبط، بشكل يعني مربح. لو انا جيت لك كماركتير قلت لك بص انا ماليش في التارجت، انا هعمل لك براندنج حلو جدا، بس انا مش بتاع سيلز، ماليش في الماركتنج، هتعيني عندك؟ ولا ما اعرفكش مش عايز اعرفك. عشان نكون متفقين يا جماعه، اي واحد بتاع ماركتنج هيقول انا ماليش في التارجت ده مش بيحقق الخمس حاجات بتوع الديفينيشن. حضرتك ده المشكله اللي واقع فيها ماركتيرز كتيره جدا صح. جدا. الاحصائيات على فكره اللي طلعت مؤخرا كانت بتتكلم على ان اغلب الماركتيرز في الشركات ما بيترقوش ومش هيترقوا. دي حاجه حقيقه صادمه شويه، مش كل الناس عايزه تعرفها بس دي حقيقه. ليه؟ لان الشركه مش بترقي اللي بيتكلم ماركتنج، الشركه بترقي اللي بيتكلم فلوس. الله، دي حقيقه. صح. واي صاحب شركه سواء برايفت بزنس او كوربريت، الشركه بتبقى باصه اللي بيعرف يتكلم فلوس. عشان كده لو في نصيحه واحده هنقولها لاي ماركتير بيسمعنا دلوقتي، هتبقى انت لازم تفهم فلوس وتعرف تتكلم فلوس، مش ماركتنج بس.